كذلك أيضا في قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن، في نهي الله جل وعلا عن إبداء الزينة. جاءت الزينة في هذه الآية في موضعين، الموضع الأول في النهي، والموضع الثاني في الاستثناء إلا ما ظهر منها. أمر الله جل وعلا بعدم إبداء الزينة، وفي قوله جل وعلا إلا ما ظهر منها جاء في ذلك جملة من النصوص في بيان الزينة الظاهرة وغير الظاهرة. جاء في ذلك جملة من النصوص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم في ذلك نصا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مقدار الزينة، ويكون ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة في ذلك مما يحتج بها، لأنها في أبواب التفسير. جاءت روايات في ذلك، وينبغي أن نتنبه قبل الولوج في النقول في هذا أن يعلم أن بعض كتب التفسير تنقل الزينة ولا يبدين زينتهن عن بعض المفسرين، وبعضهم ينقلها في سياق الزينة الأولى، وبعضهم ينقلها في سياق الزينة المستثنات. هل هي من الزينة التي لا تظهر أم من الزينة التي تظهر؟ فيأخذها بعض النقلة من دواوين العلماء فيختارها بحسب المشارب الفقهية فيضعها في أحد الموضعين، ويقع خلط في ذلك كثير. أولا اختلف المفسرون في الزينة التي تظهر إلا ما ظهر منها. جاء في ذلك جملة من النصوص، منهم من قال يظهر من ذلك الوجه والكفين، يظهر من هذا الوجه والكفان. جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس، وأسانيده عنه ضعيفة، وهذا أعلى ما يشتهر وينقل في هذا الباب عن عبد الله بن عباس، والنص في ذلك عن عبد الله بن عباس على خلافه، وبيانه كما يلي. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث محمد ابن حميد الرازي عن يزيد بن هارون عن أبي هارون عن نهشل عن الضحاك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال الزينة هي الوجه والكفين. وجاء في رواية عنه أنه قال الكحل والخاتم، وهذا إسناده ضعيف. محمد بن حميد الرازي وشيخ محمد بن جرير الطبري ضعيف، وقد ضعفه غير واحد من العلماء، بل قال بعضهم إنه متروك. وكذلك نهشل فإنه ضعيف الحديث جدا. وكذلك أيضا فإن الضحاك لم يسمع من عبد الله ابن مسعود. الأثر الثاني ما جاء عند ابن جرير الطبري من حديث مسلم ابن كيسان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال الوجه والكفين، وجاء في رواية الكحل والخاتم، وهذا إسناده ضعيف، فإن مسلم بن كيسان قد ضعفه غير واحد من العلماء، بل قال النسائي إنه متروك الحديث. وقد جاء أيضا هذا موقوفا أيضا على سعيد بن جبير، واضطرب فيه مسلم بن كيسان، فتارة يرويه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وتارة يرويه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. جاء عن عبد الله بن عباس ما يخالف ذلك بإسناد صحيح. قد روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث، وروايته نسخة عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، وروايته نسخة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال ولا يبدين زينتهن. قال أمر الله جل وعلا نساء المؤمنين إذا خرجن وبرزن إلى الرجال أن يغطين وجوههن، وجاء في رواية عنه ويبدين عينا. وجاء هذا أيضا عن عبيدة السلماني كما رواه ابن جرير الطبري أيضا من حديث ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال يغطين وجوههن ويبدين عينا. والمراد بإبداء العين فيذلك أن المرأة تبصر طريقها سواء كان بعين أو باثنتين، ولو أبدت الاثنتين من غير إسراف فإن ذلك مما لا حرج فيه من غير إبداء زينة. ويؤكد ذلك ويعضده ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في تأويل هذه الآية عند ابن جرير الطبري من حديث أبي إسحاق، ويرويه عن أبي إسحاق شعبة بن الحجاج وهو من أوثق أصحابه، عن أبي الأحوص وهو من الفقهاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن، قال الوجه والكفين. وجاء في رواية عنه الثياب في الاستثناء إلا ما ظهر منها، يعني الثياب، أنه يجوز للمرأة أن تبرز بثيابها ولو كان يتخللها
شيء من أمر الزينة الذي لا يظهر منه الفتنة، كأن تلبس مثلا المرأة معطفا أو خمارا ونحو ذلك ويظهر منه نوعا مما يفتن بعض الرجال، فهذا مما تستتر به المرأة ولا حرج عليها أن تظهره إذا كان لا يغلب عليه الافتتان، وهذا غالب تأويل المفسرين في ذلك. وقد جاء في ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في مسألة ضبط الحجاب ويأتي الكلام عليه. من الأمور المهمة المتعلقة بهذا الباب أن يفهم ما كان عليه عمل الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان نساؤهم يحتجبن ويتغطين عن الرجال ويغطين وجوههن، أما ما عدا الوجه فهذا محل إجماع. أما بالنسبة للوجه فإنه عمل الصحابة كافة، ولا أعلم امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنها أنها كاشفة لوجهها إلا بعض النصوص التي ترد وفيها ضعف ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى.